السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر مع بعض لي شوسون بلي زيبينار والصومون. سهلين، ما كياخذوش منا الوقت. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وبسم الله غادي ندوزو لطريقه التحضير وذكر المقادير. اول حاجه عندنا لي زيبينار. من بعد ما كنوصلوهم ونشفوهم مزيان كنقطعوهم. كنديروا لي زيبينار في مقله وكنضيفوا لهم 2 ضريسات ديال الثومه، ممكن الثومه بودره الا ما كانش متوفره هذه طريه. وكنضيفوا تقريبا 2 معالق كبار ديال الزيت العاديه، زيت نباتيه. كنديروا هادشي فوق النار حتى كتنزل داك لي زيبينار. نسيت ما قلتش كنضيف الملحه، الفلفل الاسود. من بعد ما كتبرد شويه هذيك لي زيبينار كنضيفوا 2 معالق كبار ديال الجبن كريمي، اي جبن عندنا. كذلك كنضيفوا الفرماج محكوك، ما كنضيفوش دابا الملحه حيت ديجا الفرماج مالح. وكنقطعوا الصومون قطع رقيقه وكنضيفوه للخليط. هنا كنطلقوا لاباط فيتي وكنشكلوا لي شوسون ديالنا على حسب الرغبه، يعني يكونوا كبار بزاف او موين على حسب. انا قطعت بهذا الشكل هذا. صافي، من بعد ما كنقطعوا ديك القطع كامله نبداو نعمروا لي شوسو ديالنا بشكل عادي. كنسدوهم مزيان، كنحاولوا نسدو مزيان. انا من بعد سديتهم بالفورشيت باش ما كتخرجش لينا لا فاغس في الفران. صافي، من بعد كندهنوهم بصفار البيض مع قطيره ديال الصوجه. كنخلطوا صفار البيض وقطيره الصوجه وكندهنوهم، وكنزينوا على حسب الذوق. من الفوق انا درت زجلان سمسم الاسود وكندخلوهم الفران. هذا هو الشكل ديال لي شوسو ديالنا ملي كيخرجوا من الفران. كنخليهم حتى كيتحمروا. وكنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تنساوش ديروا لي ابوني ولايك، والى الملتقى بحول الله. مع السلامه.